السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الأكلة بتاعتنا فراخ مشوية على البوتاجاز، عشان معلش بقى الفرن بايظ. طبعا هي وريتكم في الأول قرنين فلفل رومي ونص قرن حامي وبصلتين وقطيتين، وضربتهم في الخلاط مع وهتحط البهارات بابريكا وملح وملح وفلفل وفلفل ابيض وملح وفلفل اسود واسمه ده، قولي معايا بسم الله وجنزبيل. الرحمن، وجنزبيل عشان الزفاره برضو. وحطيت واحده مرقه دجاج، وحطيت اسمه ده صوص باربيكيو ده جايباه، وضربتهم في قلب وضربتهم في بعضهم وهي الخلاط وهي حطيتها. بتقلب الفراخ اهي. بت بحشيهم بت بتبلها. بتتبلها عشان تحطها على البوتاجاز، عشان والله الفرن باظ. الحمد مش لله. بايظه بمعنى بايظه، بس عارفه تحسها زي السلحفه برضو. بتقعد ساعة ونص على الحاجة على حاجه، يعني هي المفروض على ما تقعد نص بتستوي. ساعه ولا ساعه الا ربع، الم- تقعد المهم ساعتين الا ربع. المهم يا جماعة الحمد لله. الفراخ دي انا اللي كنت مربياها. كنت جايباها كده صغننين من عمر يوم واحد، الفراخ البيضة. كنت جايبة فراخ بيضة، فراخ حمرا باين ولا بلدي. بلدي. كانت فراخ بلدي. الفرخة كانت ب11 جنيه. والله كنت أقوم من الفجر أقعد جنبهم وأراعي لهم، يعني كل نص ساعة أقوم من على السرير أقعد أبص عليهم وأطمن عليهم، أكنهم عيال صغيرة. والحمد لله رب العالمين كبروا، رحنا ذبحناهم وحطيناهم في الفريزر، وبنسحب منهم كل ما بيكون نعمل الأكل يعني. والحمد لله ربنا، الحمد لله. بتقول معلش، حطوا لايك أهو. اسفه بقى على المنظر بتاع ايديا. والحمد لله يعني على نعم ربنا، يا رب يا رب الحمد لله. حط لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا احنا دلوقتي بنعمل لسان العصفور. قبل سنه عصفور شغلت بقى البوتاجاز وحطيتها الناحيه التانية عشان حطيت تتعب. على هو اصلا البوتاجاز دوت عين 2 عينين. حطت عين على الفراخ اهي، وحطت شوية زيت وكوباية ونص لسان عصفور عشان انا بحبه الصراحة. لسان عصفور ده مولاد غيطه والله العظيم في المطريه. الحبايه تحفه. الصغيره، مش الحبايه اللي طالعه جديد دي. عشان بقول لكم ايه، في حاجات بتبقى ايه، بتاعت زمان، وفي حاجات بتاعت اللي طالعه جديد دي، اللي مصنعينها جديد دلوقتي. الحمد لله. هي تحمر وهتحط واحدة مرقة بتبقى دجاج الشركات على فكره. لا، بيبقى في قمح كويس، وفي حبايه القمح اللي بتزيد، وفي حبايه قمح ما بتزيدش. عشان انا كنت بغبز ايام زمان، عارفه القمح الحلو من الوحش. اه. وفي قمح بيبقى ليه طعم حلو، وفي قمح ما بيقولوش طعم في النكهه في الاكل. او بتحط واحده مرقه ماجي، وهتقلبها اهي، وهتزوده ميه واحدة ونص. عشان انا باكل من حنفيه، ما باكلش شوربه، منعني منها الدكتور من زمان. والحمد لله على نعم ربنا، والحمد لله ربنا يدومها علينا نعمة ويدوم علينا ستر، وبس يبعد عننا بنت الحرام وابن الحرام بإذن الله. النهاردة هنفتح لايف صح تيك توك، اللي عايز بقى يشاركنا بقى. بالمعروف كده، واحنا بنطلع باحترامنا، واللي عايز يسمعنا برضو باحترامه برضو. الحمد لله يا رب. والحمد لله ربنا يسترها معانا ومعاكم بإذن الله. انا كنت بوريكم الملوخية و... اللي هي فيها مية من تحت، خليتها تستوي. وانا اللي صورت بنتي هي وتخرطها اول مرة اصورها. الحمد لله. كنا بنزعق مع بعضينا. طبعا احنا كنا بنزعق، نسيت الفراخ على البوتاجاز. البوتاجاز ده عامل زي الحرامي، لسوع الطاسه. راحت نقلتها على بتاع ده، على طاسه تاني باذن الله، عشان ما تبقاش ايه. هتزودها شويه ميه عشان ايه، لسه كانت نيه، عشان ما تبقاش ايه، عاطيه المراره. لو حطيت عليها ميه الطاسه ديت من لسوعه شويه اتحرقت. احلى ملوخية والله العظيم اللي بتتخرط دي البلدي. والملوخيه ما بتتعملش في الكبه يا جماعه، الملوخيه زي بتاعت جدودنا. انا كانت حماتي الله يرحمها، الله يرحمها، الله الله يرحمها، يرحم ست. الله يرحمها، الله يرحمها. ست كانت محترمه والله، الله يرحمها، الله يرحمها. كانت بتخرطها بغطية الحله. كانت ايام زمان بغطية حله كان بيخرطوها، ما كانش فيه طالعه المخرطه، بغطية الحله وكان يخرطوها. والحمد لله اهي الفراخ اهي. بتوريكم الطاسه اتلسوعت. بوريكم انجازاتي. بقول لكم معلش والله حقك. الله يرحمها، كانت ست محترمه. الله يرحمها يا الله ست. يرحمها. يا ست ام ابويا.
اه. وست ام امي برضو والله كويسه، الله وامي يرحمها. كانت غلبانه ومحترمه وحجت بيت ربنا، عملت عمره. وابويا حج وعمل كذا عمره، الله يرحمه. الله يرحمه. وكان راجل صالح وعارف ربنا، وكان بتاع ربنا الصراحه، من الجامع للبيت ملوش دعوه باي حد. ده اهي اللي هتحط شويه ميه معلش بقى اللي عشان انا تعمل مرقه للملوخيه. معلش بقى اللي انا هببت الدنيا شويه. وهو الحمد لله رب العالمين، وأكلة هنية والحمد لله، وكله نعمة من فضل من عند الله. وربنا ينصر غزة وينصر البلاد كلها ويقف معاهم بإذن الله يا رب، بإذن الله. يا رب. يا رب يا رب، ويسترها معاهم يا رب بإذن ادعوا لهم الله. حتى بدعوه بالله عليك. ده واللي يقدر يعمل حاجة ليهم في، يعني في إمكانه يعمل لهم. يتبرع يا ريت. انا اللي لو مش في بامكاني هتبرع اللي والله. مش في إمكانه يدعي لهم بإذن الله. يا رب يا رب. في كل صلاة بإذن الله ربنا ينصرهم يا رب كده، والبلاد بتاعتهم تبقى في أمان وفي سلام بإذن الله. واحنا كمان يا رب، وإحنا يا ربنا. رب ينصر أمة محمد بإذن الله أجمعين، يا رب الأمة العربية الإسلامية بإذن الله. يا رب. أنا بتقلب الملوخية اهي وهتغلي، وبعدين هنقدح قدحة التومة. أكلة الملوخية خفيفة يعني، بسم الله ما شاء الله، جميلة أكلة الملوخية، بالذات الملوخية يعني الخضرة حلوة. حتى لو عايزه تعملي اكل للعيال بتتظلط مع الرز. الرز ساعات بيقف في بنتي الزور. بتقول حطوا لايك، حطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي هي هتقدح التوم، حطت معلقة دهن، بس والله العظيم طعمها بيبقى حلو قوي. ومعاهم حتة قرن شطة حراقة. ده مع رقة، التوم. ده هرسته مع التومه، دقيته. دقيته بإيد الهون والحمد لله. هوريكم دلوقتي البطرمان بتاع اسمها ايه، السمنه بتاعت الخروف. اسمها سمنه يا ماما ولا اسمها اللي عادي قصدي. اللي والله العظيم بتبقى طعمها حلو في الأكل، أحسن من السمنة الهولندي. وكتير مهدرجه دي، لا مش حلوه. دي طالعة من الخروف، من يعني لحمة، طالعة من لحمة يعني ما الدهن فيهاش حاجة. بتاعه الدهن اه. وصحي وحياة ربنا. هو صحي، ده كان زمان الناس بتطبخ بيه، بتعمل بيه كل حاجة. انا والله العظيم على مره بقى احكي لكم ستي كانت بتعمل ايه. امي بتقولي كانت بتبقى ما عندهاش تلاجات، طبعا الناس زمان دي ما عندهاش تلاجات في الصعيد. كانت امي بتقولي كان بتدمس فول وتحطه فوق كده على في على علاقة. النخله ولا على ايه يا امي؟ لا كانت عاملة علاقة كده بحديد كده، في بتاع كده وعاملاها، وكانت تحط فيها الأكل، وكان بالفخار. في نظام قسط، اسمه ايه التاني ده اللي بيعملوا فيه ده، طواجن. طواجن. بغطيانها القسط بالطاجن بتاعه، حمرناه وحطيناه هي الأكل في وتشيناها. التومة والحمد كانت امي لله. وكانت ستي بتعلقها لفوق كده. الحمد لله. على فكرة أنا كنت ساعات زمان كنت بعمل الأكل، يعني لما كانت تبقى فيه الظروف كده مفيش حاجة، كنت بعمل والله العظيم الملوخية قبل. ملوخيه شلولو. يا كنت لهوي. بعملها بمية كده ومية دي عشان ما تسقطش، بنغطي الملوخية. طبعا الملوخية الناشفة دي كنت تفضل احط فوق. شوية، واحط شوية مية وفص توم، واروح عاملاه وناكلها، ومعاها عصرة ليمونة. هنا بقى حطينا حط الاكل بقى عشان هناكل. كبينا لسان لسان العصفور، عصفور. وكبت وحطيت بكان ملوخيه. الملوخية، بكان تحت التومة الطبق، حطت فيه شوية ملوخية والفراخ اهي، وغدانا ده يا جماعة. حطوا له لايك واشتراك وفعلوا الجرس وعشان يوصلكوا كل جديد. سلام مع حبايبي.